ازاي تظهر في نتائج الاي اي سيرش في تشات جي بي تي وجيميناي وبربلكسيتي وغيره. السيرش لم يعد كما كان، فالاي اي سيرش لا يعرض نتائج وانما يقترح قرار. وهنا السؤال لم يعد كيف اتصدر في نتائج البحث، وانما كيف اكون جزء من الاجابه نفسها. فلو اردت الظهور في انظمه مثل تشات جي بي تي وجيميناي والاي اي سيرش، فلازم تفهم الاول ازاي السيستمز دي بتشتغل. غالبا فيما نعلم الاي اي بيبني اجابته على 3 طبقات. الطبقة الأولى هي البيز لاين اندرستاندينج أو المعرفة اللي بيدرب عليها بشكل مسبق. الطبقة الثانية هي الراج سيستم أو الاسترجاع من الويب عشان يتأكد إن إجابته صحيحة. الطبقة الثالثة هي الإشارات الدقيقة أو البريسيجن سيجنالز. طيب المفروض نعمل إيه؟ ببساطة لازم تكون حاضر في ال3 طبقات دول وبتستوفيهم بشكل جيد. وجود قوي على الويب، محتوى يظهر في مرحلة الراج سيستم، معلومات واضحة ومنظمة عنك وعن منتجك في موقعك وفي مواقع تانية برضه. لأن في النهاية الاي اي لا يبحث في موقعك، بل يبحث في الفهم الذي يمكن استخراجه منه. وهنا تأتي نقطة مهمة جدا. الظهور في الاي سيرش لا يحدث بدون اس قوي، بل العكس، لأن الحقيقة ببساطة الجي او يصعد على أكتاف الاس يعني لازم وجود تكنيكال اس جيد، موقع سهل الزحف عليه من البوتس وقليل فيه الجافا سكريبت قدر الامكان، بالاضافه الى ان يكون في محتوى واضح وفي بناء اوثوريتي واضحه في المجال. لكن ده مش كل حاجه، لازم ايضا تبني الموقع حول المنتج نفسه وليس المقالات. تركز على السيرش انتنت وليس الكلمات المفتاحيه فقط. تغطي اللونج تيل واليوز كيسز، لان استفسارات الاي اي غالبا مركبه وبيرسونلايزد على اليوزر واحتياجاته. التركيز على الميدل اوف ذا فانل والبوتوم اوف ذا فانل، ونسيب شويه توب اوف ذا فانل بعدين. وكذلك انك تربط اسمك بالانتيتيز الاساسيه في مجالك، والاهم ان يكون منتجك مفهوم. وهنا تظهر اهميه الدوكيومنتيشن لكل شيء. ازاي المنتج بيشتغل، ازاي السوفت وير بيشتغل، ازاي المستخدم بيعمل اليوز كيس الفلانيه. الاي اي بيشرح اللي فهمه. وكذلك ايضا الاهتمام بما يقال عنك في خارج الموقع بتاعك، زي الريفيوز، زي المنشنز، زي ان انت تشتغل على الديجيتال بي ار كامبينز. وكذلك وجود اشخاص حقيقيين يتحدثون عن البراند، وده بيعزز الثقه جدا ويدي اوثوريتي للبراند وللموقع. فمن الاخر ميك سم نويز خارج الموقع بتاعك. كل ده بيرفع من احتماليه ترشيحك داخل اجابات الاي اي. واخيرا وسع دائره التراكنج للاداء والبرفورمانس بتاع الموقع. لا تكتفي بجوجل اناليتكس ولا جوجل سيرش كونسول، تابع ايضا السيتيشن والسايتد بيجز داخل الاي اي سيرش. في النهايه الاي اي سيرش مش بيرانك صفحات، انما بيختار الكيان او البيزنس اللي بيثق فيه والمنتجات المفهومه والسمعه الرقميه الحقيقيه. السؤال لم يعد ازاي اتصدر في الكلمه المفتاحيه الفلانيه، وانما السؤال اصبح ازاي اكون الكيان او البيزنس اللي الاي اي سيستم بيثق فيه وبيرشحه. انا كده خلصت اللي عندي، وانت قول لي هل استراتيجيتك مبنيه ان انت تتصدر في كلمات مفتاحيه، ولا مبنيه ان انت تبني انتيتي يفهمها الاي اي ويرشحها كاجابه؟ هتابع اجاباتكم في التعليقات، وان شاء الله لو حابب تعرف اكتر عن المحتوى هنا تقدر تشوفه في الفيديو الكبير في القناه. شكرا.